ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية الأزهرية، أهلا بيك. هنتكلم النهاردة على سؤال من الأسئلة المهمة في الامتحان، والأسئلة السهلة أوي واللي أنت بتدخل الامتحان إن شاء الله ضامن الدرجة بتاعتها، وهو سؤال الديالوج، يعني سؤال المحادثة. في سؤال المحادثة أنت بينطلب منك إنك إما إنك تكتب سؤال أو تكتب جملة خبرية. الجملة الخبرية المفروض إن حضرتك عارفها، وعارف إن أنا عشان أكتب جملة خبرية هعمل إيه. تمام. لكن أنا برضو هراجع لك النهاردة في الفيديو ده على حاجتين. هراجع إزاي تعمل سؤال، هعلمك إزاي تعمل سؤال، وإزاي تعمل جملة الخبر، جملة خبرية. طبعا في أنواع أخرى من الجمل زي الجملة الأمرية. تمام. لكن معظم الجمل بتكون إما إنها جملة خبرية في الامتحان أو إنها سؤال. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل السؤال واحدة واحدة كده معايا، إن شاء الله الموضوع سهل. أنا عندي السؤال. يعني طبعا إحنا هنمشي إزاي؟ هنعرف مكونات السؤال وأنواعه، وإزاي كده بالخطوات بالحساب بالملي تعمل لي سؤال ويطلع مظبوط، ما ننساش مكون من مكوناته. أنا عندي الأسئلة في اللغة الإنجليزية مقسومة نصين. عندي سؤال بيسموه yes or no questions، يعني أسئلة اليس أو نو، أو أسئلة إجابتها بيس أو نو. وعندي نوع تاني من الأسئلة بنسميها WH questions، أسئلة ال WH اللي هي الأسئلة اللي فيها كلمات بدأ ب WH زي what و where و when و why و how. لو أنت هتلاحظ كلها فيها WH WH WH، عشان كده سميناها أسئلة ال WH. وفي أسئلة بنسميها أسئلة ال yes or no questions، يعني أسئلة إجاباتها فيها yes or no. طيب هنعمل إيه بقى؟ هنبدأ مع بعض كده ناخد أسئلة ال yes or no questions. إزاي تعمل سؤال إجابته yes أو no؟ طيب هعرفك بعد كده. أنت طبعا إحنا في سؤال محادثة يجي يقول لك إيه؟ أنت عندك محادثة بين مستر أحمد أند مستر سامي. مستر أحمد asks about بيسأل على the best student in the class، أفضل طالب في الفصل. فمستر أحمد يسأل أسئلة ومستر سامي هيرد عليه. هيكون عندي فراغات زي كده، وفي آخرها question mark، يعني علامة استفهام. مطلوب مني أنا بعمل هنا سؤال. تمام. هنتعلم مع بعض إزاي أعرف إن السؤال اللي هنا هو سؤال yes or no question ولا سؤال WH questions. تمام كده. هنتعلم دي مع بعض، بس تعال الأول نعرف إزاي أعمل سؤال yes or no question. سؤال yes or no question بيتكون من 3 مكونات. سهل جدا القصة. أول حاجة بيتكون من كلمة هل، وبعدين الفاعل، كلمة هل وبعدين الفاعل، وبعدين هنا بلس مكملات. ممكن حد يقول لي عليها مكملات، وحد تاني يقول لي الحاجة اللي بنسأل عليها. أنا محتاج أعمل سؤال بهل. قرأت يا باشا المحادثة ولقيت المفروض إن أنا أكتب هنا، أكتب في الفراغ ده سؤال بهل. أعمل سؤال بهل إزاي يا مستر؟ هتعمل سؤال بهل هتجيب لي 3 مكونات. هتجيب كلمة هل والفاعل والمكملات. هو ايه كلمة هل دي؟ هو هل في الانجليزي هي ايه وايه وايه وايه؟ ايه الكلمات اللي في الانجليزي ايه اللي بقول عليها هل؟ الكلمات اللي في الانجليزي بتقول عليها هل يا سيدي اهيت. ركز كده معايا. اول حاجة على هل هي am او is او are. am او is او ايه او are. طبعا والماضي منهم اللي هو was او were. was aware. انا في السبوره دي كلها كده هكتب ايه؟ هكتب هل. تمام. ايه تاني بيكون معناه هل؟ اللي بيكون معناه هل هو have او has، والماضي منه had. خلي بالك دول كده عيلة لهم قاعدة، ودول كمان عيلة تانية لهم قاعدة. في كمان هل، ايوه انا قلت لك عندي am is are was were have has had. طيب عندي كمان do does والماضي did. عندي كمان عيلة اللي هي مين؟ اللي هي will would
وكان وكود وشال وشد. تمام. إذا أنا عايز أعمل سؤال بهل. عاوز تعمل سؤال بهل، عندك مكونات. إيه المكونات؟ أول حاجة كلمة هل. أول حاجة كلمة هل، وبعد كده الفاعل، وبعد كده المكملات. تعال أعرفك الأول هو إيه اللي بيتقال عليه هل. اللي بيتقال عليه هل لما أقول لك حط لي هنا هل، فأنت هتجيب إما am أو is أو are أو ماضي was أو were، أو هتجيب have أو has أو had، أو هتجيب do أو does أو did أو will أو would أو can أو could أو may أو might أو shall أو should. طيب دي كده رقم واحد. رقم اتنين، أنا كده عرفنا إمتى؟ عرفنا كلمة هل. تعالى بقى نعرف هو مين هو الفاعل. سهلة جدا. الفاعل هو مين؟ الفاعل. الفاعل هو I اللي هي ضمائر الفاعل. يعني الفاعل هو ضمائر الفاعل اللي هي I أو we، you I we you، they I we you they، he she it. الفاعل كمان هو أي اسم، أي اسم سواء كان مفرد أو جمع. فلما أقول لك إن المكون التاني من مكونات سؤال بهل هو الفاعل، تقول لي عارف الفاعل يا مستر؟ مين الفاعل يا عم الحاج؟ تقول لي هو إما I أو we أو you أو they أو he أو she أو it أو أي اسم مفرد أو أي اسم جمع. تمام. ده كده المكون التاني. تعالى نفتكر سوا. أنا عندي السؤال بهل بيتكون من كلمة هل، وبعدين الفاعل، وبعدين المكملات. عرفنا هل هي إيه؟ إيه هل؟ هل هي آم. هل هي آم وإز وآر ووز ووير. وقلنا على دي عيلة. يعني إيه عيلة؟ يعني هشرح لك دلوقتي قصتها. وقلنا في عيلة تانية اللي هي do does did، وفي عيلة تالتة have has had، وفي عيلة رابعة will would can could. دول كده 4 عائلات. كل عيلة فيهم، كل واحدة أو كل حاجة من يعني am أو is أو are، كل واحدة من دول اسمها إيه؟ اسمها هل. تمام. إيه المكون التالت من مكونات سؤال بهل؟ المكون التالت بنسميه مكملات. وده برضو هيعوز مني كلام، مش هينفع أقول في حاجة دلوقتي. تعالى بقى نعمل إيه؟ تعالى أقول لك آه، امتى تختار. انت عايز تقول سؤال بهل، عايز تقول هل الجو حر، هل ابيك في المنزل، هل المستر سامي يدرس اللغة الإنجليزية. هتستخدم أنهي واحدة من دول؟ أنا عندي خطوتين عشان أختار am أو is أو are do does that. عندي خطوتين. الخطوة الأولى بتعرفني، في الخطوة الأولى بحدد هختار من أنهي عيلة. هختار من العيلة دي ولا دي ولا دي ولا دي. وبعد ما اختار من العيلة دي عندي علامات تانية كمان هتخليني اختار دو مش داز، اختار ديد. تمام. ولما نختار من العيلة دي هختار ام مش از. كل واحدة من دي انا هعرفك ازاي تعملها. تعال بقى معايا. بص، احنا قلنا سؤال بهل بيتكون من كلمة هل والفاعل والمكملات. كلمة هل والفاعل والإيه والمكملات. وعرفنا هل هي إيه، مش هكتبها عشان السبورة ما تخلصش معايا. وعرفنا الفاعل هو إيه. تعال بقى نقول لك على المكملات. عارف المكملات دي اللي هي إيه؟ اللي هي الحاجة اللي أنا بسأل عليها. تمام. الحاجة اللي أنا بسأل عليها. عارف لو أنت عندك بتسأل على فعل في المصدر، بتسأل على فعل فين؟ في المصدر. تمام. زي ايه فعل في المصدر؟ زي play يلعب، زي read يقرأ، زي sleep ينام. بس طبعا انا مش هيجي play بس، يعني play واي صفة واي ظرف لplay او اي مفعول play football مثلا. تمام. طيب انا هنا في الجملة دي عايز اقول لك هل انت تلعب كرة قدم. عندي يا باشا هنا ايه؟ عندي فعل في المصدر اللي هو مين؟ اللي هو play.
طيب طول ما انت عندك فعل في المصدر فانت هتختار هل. انا هنا محتاج اعرفك ازاي تختار هل. هتختار هل من انهي عيلة. تعال لما اقول لك طول ما انت عندك فعل في المصدر فانت هتختار هل اللي هي do او does او did او will او would او can او could او shall او should او may او might، اللي هما مين؟ اللي هما العيلة دي والعيلة دي. طيب هو ايه الفرق ما بين هل اللي انا اختار دي وهل دي؟ بص، هل do does did دي اسمها هل وبس. هل اقول لك ايه؟ do you play هل تلعب، does she speak هل تتحدث. لكن هل will لما يكون معناها هل يكون معناها هل سوف، ما انا عارف will يعني سوف. طيب كان يعني يستطيع، لما تيجي في الاول ومعناها هل تستطيع. كود استطاع تيجي في الاول هل استطاع، وشبهها مين؟ وشبهها شد. شبهها شد، شد برضو معناها هل، لما تيجي في الاول يكون معناها ايه؟ معناها هل يجب، ما هو شد معناها يجب. هقول تاني، انا عندي فعل في المصدر بسأل على فعل في المصدر، فانا هختار هل انهي واحدة؟ هختار هل من العيلة دي او هل من العيلة دي. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هل بتاعت دو ضز ودد اسمها هل وبس هل، لكن هل بتاعت will وود وكان وكد وشال وشد ومي ومايت اسمها هل زائد معنى الكلمة. فانا لما اخد will انا عارف will يعني سوف، لما تيجي في اول سؤال هل اسمها هل سوف. كان يعني يجب، لما تيجي في اول سؤال هل معناها هل يجب. should سوري كان يستطيع، should يجب، لما تيجي في الأول يكون معناها should، لما تيجي في الأول يكون معناها هل يجب. تمام كده؟ أقول الحتة دي تاني، هقول الحتة دي تاني، اللي هي إيه؟ إن دول إن دو does ودid واللي would وكان وكود وشال وشد دي عيلة من عائلات هل، ودي كمان عيلة من عائلات هل. تمام، لكن دو does ودid اسمها هل خلاص. يقول لك ايه؟ do you speak هل تتكلم. لكن will هل سوف. كان هل تستطيع. should هل يجب. تمام. تعالى بقى نشوف الراجل هنا بيقول لي ايه. الراجل هنا عايز يقول لي هل انت تلعب كرة قدم. هل انت تلعب كرة قدم. هاخد ايه؟ هاخد من العيلة دي اللي هي دو does ودid، ولا هاخد من العيلة اللي هي وول وود؟ لا، ده انا بقول لك هل تلعب كرة قدم، اذا انا هاخد من انهي عيلة؟ هاخد من دي. طيب طبعا ما انت عارف، انك هتاخد من العيلة انهي؟ من عيلة دو does ودid. هتختار ازاي؟ بص، هتقول دو، خلي بالك، او does او did. دي مع اي فاعل في الماضي، وهقول لك يعني ايه في الماضي. دو داز، دو تستخدمها مع مين؟ تستخدم دو، ما انت عارف الكلام ده، مع الفاعل اي وي يو ذي اي اسم جمع. فانت هتستخدم دو مع مين؟ اي وي يو ذي اي اسم جمع. تستخدم داز مع مين؟ تستخدم داز مع هي، الفاعل هي والفاعل شي والفاعل ات واي اسم ايه؟ اي اسم مفرد. طبعا عايز كده ايه؟ اقول مثال يا مستر. فلما اقول لك هل انت تلعب كرة قدم، المكملات عندي هي مين؟ تلعب كرة قدم. play ده ايه؟ فعل في المصدر. طالما انا عندي فعل في المصدر وبقول هل بس، فانا هجيب دو او does او did. دو مع مين؟ طب اختار دو ولا does في المضارع؟ ما هو بقى انت كده ايه، احنا المكملات دي تعرفني هختار هل من انهي عيلة. تمام. والفاعل ده يعرفني هختار انهي واحد في العيلة. تمام. يعني بص، المكمل بلاي عرفني ان انا هختار منين. بلاي ده عرفني ان انا هختار من العيلة دي. طيب ولما قلت لك ان انا عندي الفاعل يو، فيو هتحدد لي ان انا هختار الفاعل دو، هل اللي هي دو. تعال بقى نشوف اهو. بص هنا كده بقول لك ايه؟ بقول لك دو I او دو وي بلاي فوتبول. طيب لو انا عايز اقول لك هل هي تقرأ كتاب، المكملات عندي ايه؟
تقرأ ريد كتاب أبوك، ريد إيه؟ ريد أبوك. تمام. ريد ده إيه؟ فعل في المصدر، وأنا بقول هل. طب هي فعل في المصدر وبقول هل، فأنا هستخدم من عيلة دو أو داز أو ديد. طيب هل هي اللي هي شي تاخد دو ولا داز؟ تاخد داز. فبالتالي السؤال هيكون إيه؟ هيكون داز شي ريد أبوك. تمام. امال امتى استخدم did؟ لو في الماضي. يعني عايز اقول لك هل انت قرأت كتاب، هل انت قرأت كتاب. قرأ كتاب ده فعل اهوت، يقرأ تيجي طبعا في المصدر، وبعدين اي فاعل بقى هجيب قبله مين؟ هجيب قبله did. طيب تعالى ناخد شوية تمارين على دي. لو انت عندك كده اهوت سؤال في المحادثة، والراجل بيقول لك، الراجل بيقول لك yes، نعم، I enjoyed it. Yes, I enjoyed it. تعالى نسأل سؤال بهل. هتعمل ايه؟ انا يا مستر عارف ان انا عندي هل وفاعل ومكملات. طيب هل انت، عايز اقول هل انت استمتعت. طبعا يستمتع ده فعل في المصدر اللي هو مين؟ مكملات enjoy it. enjoy ايه؟ enjoy it. طيب مين الفاعل؟ الفاعل انا هنا بيقول لي انا استمتعت، فانا بقول له هل انت استمتعت؟ الفاعل يو. طب مين هل؟ هجيبها ازاي؟ enjoy فعل في المصدر، هل انت استمتعت؟ يبقى انا فعل في المصدر هاخد من عيلة دو ودز ودid. يو تاخد دو ولا دز؟ خلي بالك انا في الماضي، فبالتالي الهل هتبقى عندي ايه؟ هتبقى عندي did. did you enjoy it؟ yes I enjoyed it. تمام كده. طيب تعالى بقى نكمل شرح. لو انا عندي، احنا كده خدنا اول حاجه من المكملات، لو عندي فعل فين؟ لو عندي فعل في المصدر بستخدم دو داز وديد. طيب هقول لك بقى على حاجه تانية. لو انت عندك فعل في المصدر، لو انت عندك في المكملات، وهنا فاعل وهنا فاعل وهنا هل. لو انت عندك في المكملات مثلا حد بيقول speak English، يتحدث اللغة الايه؟ English، يتحدث اللغة الإنجليزية. تمام. وعايز يعمل ايه؟ عايز يقول هل تستطيع ان تتحدث اللغة الإنجليزية. يعني جه عندي كده في سؤال، لقيته بيقول لي، في سؤال في المحادثة yes، نعم، she can speak English. نعم هي تستطيع ان تتحدث الايه؟ الإنجليزية. ومديني في سؤال المحادثة بتاعي كده فراغ، وبيقول لي اكتب هل هي تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية. طيب يتحدث اللغة الإنجليزية يعني إيه؟ speak English. ده المكملات. مين الفاعل؟ الفاعل هي she. فين هل؟ أنا عايز أقول هل يستطيع، مش ده فعل في المصدر، وأنا بقول هل، مش بقول هل بس. لو كنت بقول هل كنت خدنا دو داز ودid، لكن أنا بقول هل يستطيع. فهل يستطيع تبقى اسمها إيه؟ اسمها كان. يا مستر ما هي كان مكتوبة اهي، ما انا مش عايزك تنقل وخلاص، انا عايزك تتعلم تعمل جملة بنفسك. فهتكون عندي ايه؟ هتكون عندي كان she speak English. مفهومة؟ ان شاء الله مفهومة. تمام. انا كده خدت المكملات. لو فعل في المصدر ملهاش معنى، يعني فعل مصدر اللي هو هل تلعب، هل تنام، هل تقرأ، هل تمتلك. ولو فعل في المصدر بمعنى هل تستطيع فهقول كان. طب هل سوف؟ هقول will. لو لقيت حد كده جايب لي سؤال بيقول لي ايه؟ yes، نعم، سؤال اهوت my dad، أبي will travel، أبوي هيسافر. yes my dad will travel. وحط لي نقطة هنا كده اهوت. طيب وقال لي، لقيته مديني سؤال، هقول له ايه بقى؟ هقول له هل سوف أبوك يسافر؟ هل سوف اسمها ايه؟ هل سوف. خلي بالك انا محتاج اول حاجة هجيب مين؟ هجيب هل وفاعل ومكملات اللي بسأل عليها.
مين هل هي will. مين الفاعل؟ عايز اقول له ابيك، ابوك. ابوك اسمها ايه؟ اسمها your dad. مكملات will your dad travel. will your dad ايه؟ travel. تمام. السؤال اللي بعد كده، ده النوع الاول من المكملات اللي هو ايه؟ اللي هو يكون فعل في المصدر بمعنى او بدون معنى، يعني فعل مصدر بلاي يلعب ولا سوف يلعب، تطبخ ولا تستطيع ان تطبخ. تمام، وعرفنا الفرق ما بين دول والفرق ما بين دي. تعالى ناخد النوع التاني اللي هو ايه؟ لو انا عندي ايه بقى يا باشا؟ لو انت عندك، لحظة، لو انت عندك فاعل، احنا قلنا عندي فاعل، ها، وفعل ومكملات. خلي بالك، الفاعل احنا قلناه، يبقى سوري مش فاعل، انا عندي هل، هنا هل. لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي هنا هل، ودي فاعل، هل ودي فاعل ودي مكملات. الفاعل انا قلته I we you they he she it، اي اسم مفرد اي اسم مجمع، مش هشرح فيها تاني. هل دي بقى اللي احنا عايزين ايه؟ نختارها. المكملات، لو انت عندك المكملات تصريف ثالث، تمام، او لو عندك got زائد اسم، في الحالة دي هتختار ايه؟ في الحالة دي هختار هل اللي هي have، او has، او had. هقول تاني، لو انت عندك بتسأل على تصريف ثالث، او بتسأل على كلمة جوت اللي تصريف ثالث برضو، بس لقيت بعدها ايه؟ بعدها اسم، في الحالة دي هستخدم هل انهي؟ هستخدم هل اللي هي have او has او had. طيب، امتى have مع I او we او you او they؟ امتى has مع he او she او it او اسم مفرد؟ امتى had في الماضي. تمام، تعالى ناخد الايه، تعالى نحل او ناخد مثال. لو لقيت الراجل بيقول لي او انت بقى، مش عايز اسهل لك، عايز حاجه صعبه شويه. لو انت عايز تقول ايه، هل انت لديك سياره؟ هو لديك سياره يعني ايه؟ يعني got a car. got a car. تمام. انا عندي، بص كده من غير ما نكتب بقى، انا عندي هنا هل، وهنا فاعل، وهنا ايه؟ مكملات اللي بسأل عليها. طيب، انا بقول هل انت، يبقى مين الفاعل؟ انت اللي هي مين؟ اللي هي يو. وهل اللي هي ايه؟ طالما انا عندي جوت زي ما انا لسه قايل لك اهو، طول ما انت عندك جوت واسم هتستخدم هاف هاز هاد. تمام. انا هنا عندي ايه؟ هنا عندي جوت اكار، فانا هستخدم مين؟ هاف هاز هاد. مع يو في المضارع هستخدم ايه؟ مع يو في المضارع يا باشا هتستخدم هاف. فهتقول have you got a car. have you got a car. تمام. تمام قوي. السؤال اللي بعد كده، لو انا عندي مثلا حد بيقول لي ايه، هل هي ذهبت الى المدرسة؟ راحت ولسه ما جاتش. هو ذهب ولم يعد يعني ايه؟ يعني طبعا انا عندي gone to school. gone to ايه؟ gone to school. عايز اقول هل هي ذهبت الى المدرسة. تمام. دي كده مكملات، اللي قبل المكملات مين؟ الفاعل. الفاعل اللي هو مين عندي؟ she. فاقول هل هي ذهبت، هو دي تصريف ثالث هستخدم has، فهتكون has she gone to school. تمام. تمام. السؤال بيجي في الامتحان ازاي؟ بيجي في الامتحان تلاقي حد بيقول لك ايه، yes we have bought. احنا اشترينا a new villa مثلا ولا اي حاجة. yes we have bought. هسأله اقول له ايه؟ اقول له انا بجيب هل، وبعدين فاعل، وبعدين مكملات. طبعا انا كان عشان اعلمك، بس الامتحان ما تعملش كده. هتقول ايه؟ هل اللي هي مين؟ اللي هي have. الفاعل اللي هو مين؟ يو.
المكملات bought a new villa. have you bought a new villa؟ هنا ما استخدمناش do does و did ولا will و would وكان و could عشان عندي مين؟ عندي تصريف تالت. تمام. إذا احنا خدنا حاجتين. خدنا إذا احنا خدنا كده نوعين من إيه؟ نوعين من من العائلات اللي احنا قلنا عليها فوق دي. احنا كده عرفنا امتى استخدم do does و did، وامتى استخدم will و would وكان و could و shall و should و may و might، وامتى استخدم have و has و had. فضل لي مين؟ am is are was were. تعال بقى اما اقول لك تستخدمها ازاي. دي بنسميها بي. بنسميها ايه؟ بي. امتى استخدم بي؟ طبعا انت عندك هنا اهوت كالعادة انت عاوز هل وبعدين فاعل وبعدين فعل. هل وفاعل وايه ومكملات. خلينا نقول مكملات. هل وفاعل وايه ومكملات، وعلامة استفهام ما تنساهاش. تمام. امتى استخدم هل اللي هي am is are، او استخدم طبعا ماضي منهم was أو were. امتى استخدم am is are was were بمعنى هل. طبعا انت هنا عندك فاعل والفاعل هحكي قصته دلوقتي. استخدم الحاجات دي امتى؟ لو انت عندك فعل منضاف له ing، لو انت عندك تصريف ثالث مبني للمجهول، لو انت عندك اسم او صفة، او لو عندك اسم او صفة، او لو عندك حرف جر زائد مكان. طول ما انت بتسأل على حاجة من الحاجات دي فانا هستخدم ام واز ار في المضارع ووز وير في الماضي. تمام. برضو مانيش فاهم، تعالى افهمك. لو انا بقول لك ايه هل هي تطبخ؟ هل هي تطبخ؟ تطبخ فعل مضاف له جي اللي هو ايه؟ اللي هو كوكينج. عاوز اقول لك هل هي تطبخ هقولها ازاي؟ هقول هل دي فعل مضاف له جي فانا محتاج ام از ار. تمام، محتاج ام از ار. هي شي كوكينج. طيب شي تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد از. حافظ الحاجات دي. از شي كوكينج. طيب فانا عشان عندي فعل مضاف له جي استخدمنا از. طيب بص كده تاني، امتى استخدم ام از ار؟ قال لي لو انا عندي تصريف ثالث مبني للمجهول. لو انا عندي تصريف ثالث مبني للمجهول فانا لو بقول لك هل اللحمه طبخت اللي هي كوكت، فانا هقول از هل. ليه؟ عشان عندي تصريف ثالث مبني للمجهول بستخدم am is are was were. وبعدين meat is meat cooked. تمام. و question mark. يبقى إذا أنا عشان أنا عندي مكملات فعل مضاف له ing أو تصريف ثالث استخدمنا مين؟ am و is و are. طب لو أنا عندي مكملات اسم يعني بقول لك إيه؟ لقيته كده بيقول لي yes في سؤال المحادثة، بيقول لي yes نعم she is سما. نعم دي سما. فإذا أنا سألته قلت له إيه؟ بقول له is she سما. is she إيه؟ is she سما. is she سما. عملت إيه هنا يا باشا؟ كل اللي حضرتك عملته إنك بتسأل على اسم فأنت جبت لي فعل مساعد، أو جبت لي هل بمعنى إيه؟ بمعنى is، أو جبت لي هل معناها is she سما. امتى كمان استخدم ام واز وار؟ بمعنى هل لو انت عندك صفة او حرف جر زائد مكان. تعالى ناخد مثال عليهم. شوف كده يا ابو الشباب، لو بقول لك ايه؟ لو بقول لك هل ابوك في العمل في الشغل. تمام، يبقى انا محتاج كلمة هل ومحتاج فاعل. انا بكون سؤال بهل. هل وفاعل وايه تاني؟ هل وفاعل ومكملات. تمام. بقول لك هل أبيك في الشغل. في الشغل خلينا نقولها at work. تمام.
بسأل على مين؟ على الفعل اللي هو أبوك your dad. خلينا نقول dad. هل هتكون إيه؟ مش أنا بسأل في المكملات بتاعتي على حرف جر زائد مكان، فأنا هستخدم am is are. هستخدم إيه؟ dad مفرد هياخد is dad at work. هل أبوك في العمل؟ إمتى الماضي بقى يا مستر؟ لو أنت عايز تقول هل أبوك كان في العمل، فأنت مش هتقول is، هتقول إيه؟ هتقول was. ونفس الكلام dad وat work. الكلام سهل جدا 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 جدا، اسهل من الخيال. تعالى بقى ناخد ايه، ناخد كل اللي قلناه تاني، كل اللي قلناه نقوله تاني. انا بقول لك ان انا عندي سؤال اسمه سؤال yes or no yes or no question. سؤال بيتكون او سؤال اجابته فيها yes او فيها no. تمام. السؤال دوت يا عم الحاج بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حتت، 3 قطع، 3 اجزاء، 3 مكونات. معاك مفاتيحك وعدتك وصواميلك واجهزتك وبتربطهم لي. القطعة الأولى هي هل، والقطعة الثانية هي الفاعل، والقطعة الثالثة هي المكملات. هل والفاعل والمكملات. قلت لك اخلص من الفاعل واعرف ان هو حاجتين، هو اسم، سواء كان بقى الاسم ده مفرد او كان الاسم ده ايه، او كان الاسم ده جمع. تمام. اسم سواء كان مفرد او جمع، سواء كان اسم مفرد او جمع، ينفع يكون عاقل او غير عاقل. تمام. هو ينفع مستر الفاعل يكون غير عاقل؟ يا عم ينفع الفاعل يكون غير عاقل. فانا ممكن بكل سهولة خالص اقول لك ايه، ممكن بكل سهولة خالص اقول لك is English spoken. هل الإنجليزية يتم التحدث بها in Africa؟ هل الإنجليزية يتحدث بيه؟ فأنا عندي is اهوت، والفعل اللي بسأل عنه هو English. تقول لي يا مستر دي مش فاعل، دي مفعول به. تمام، لكن هي عندي أنت احفظها كده عشان الأمور تبقى سهلة بالنسبة لك. طيب إذا أنا عندي إيه بقى؟ أنا عندي عشان أكون سؤال بهل بجيب هل، وبعد كده بجيب الفاعل. مين الفاعل؟ هو اسم. الاسم ده قد يكون مفرد وقد يكون جمع، قد يكون عاقل وقد يكون غير عاقل. أو الفاعل، الفاعل قد يكون اسم أو قد يكون ضمير، اللي هي ضمائر الفاعل اللي سيادتك حافظها من وانت في كي جي 1، اللي هي ايه؟ اللي هي I we you they. I we you وthey وهي وشي وات. تمام. احنا كده خلصنا خالص من مين؟ من الفاعل. تمام. قلت لك عندي ايه بقى؟ عندي هل متقسمة، هل متقسمة 4 عائلات. العيلة الأولى اسمها عيلة دو داز ديد. العيلة الثانية اسمها عيلة ويل وود كان كود شال شود مي مايت. العيلة الثالثة اسمها عيلة هاف هاز هاد. العيلة الرابعة اسمها عيلة ام از ار ووز وير. تمام. عارف بقى امتى بنستخدم العيلة الأولى اللي هي دو وداز وديد؟ امتى بستخدم العيلة الأولى اللي هي دو وداز وديد؟ لما يكون طبعا عندي هنا فاعل، وده منطقي خالص ان يكون عندي فاعل وبعدها يكون عندي فعل فين؟ فعل في المصدر. طيب دو مع مين؟ دو مع اي وي يو ذاي واي اسم جمع. داز مع هي وشي وات. ديد في الماضي مع اي حد. وبعد كده قلت لك انا كمان لو انا عندي فعل في المصدر، لو انا عندي فعل في المصدر ممكن استخدم العيله الثانيه اللي هي عيله مين؟ عيله الافعال الناقصه. will would وكان وكود وشال شال وشد وماي ومايت. طيب دول عيله من عائله هل، ودول عيله. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان دول ما لهمش معنى، اسمهم دو بس. تمام. اقول لك هل انت تذاكر؟ do you study. هل هي تطبخ؟ does she cook. لكن will هل سوف. would هل كان سوف. كان يستطيع. could هل استطاع. shall وشد، shall وشد معناها الاثنين هل يجب. تمام. دول كده العائلتين الاثنين. العيلة الثالثة اللي بعد كده هي عيلة have has had. هي عيلة مين؟ have وhas وhad.
امتى بنستخدمهم؟ طبعا عندي هنا فاعل. وبعدين have has had بستخدمها امتى؟ بستخدمها لو انا عندي تصريف ثالث، تمام، اللي هو مضارع تام. ولو انا عندي جوت واسم، جوت وايه واسم، فبقول لك have you got a car، او have you helped سامي، ساعدت سامي. امتى استخدم have مع I we you they اسم جمع؟ امتى استخدم has مع he she it اسم مفرد؟ امتى استخدم had مع الاتنين في الماضي؟ العيلة اللي بعد كده هي عيلة بي، اللي هي مين؟ اللي هي am is are، والماضي was were. طبعا ده مضارع وده ماضي. بستخدمهم امتى؟ طبعا بيكون عندي فاعل بستخدمهم لو انا عندي فعل مضاف له اي ان جي، اقول لك is she cooking. لو انا عندي تصريف ثالث مبني للمجهول، لو انت عندك اسم او صفة او حرف جر زائد مكان، في الحالة بستخدم مين؟ is are. طب ما تيجي نعمل حاجة حلوة قوي، تعال نروح على الأسئلة، ومن هناك نشوف أسئلة بادئة بآم وإز، أو أسئلة إجابتها بيس أو نو، ونحاول نحل أنا وأنت مع بعض. تعال نشوف. تعال نحل مع بعض أسئلة شبه أسئلة المحادثة اللي بتيجي في الامتحان، تمام؟ عشان تكون فاهم معايا هو إيه الأسئلة دي. دي كده نماذج لأسئلة المحادثة من الامتحانات اللي قبل كده، وكمان يعني من الحاجات الدارجة اللي إن شاء الله هتلاقي زيها في الامتحان. أنا عندي هنا جزء من المحادثة ده، هنا هيديك فراغ كده اهوت، ويحط لك في الآخر question mark، وهيديك بي speaker بي، وهو بيقول yes she had been studying for 3 hours. بتذاكر لمدة 3 ساعات. yes she had been studying for 3 hours. تمام. نعم هي تذاكر. yes she had been studying for 3 hours before the exam. هو عايزني اعمل ايه؟ عايز اكون سؤال بهل هنا، تمام. فانا هعمل ايه بقى؟ اول حاجة كده هترجم yes يعني نعم، she had been studying لقد كانت تذاكر لمدة 3 ساعات 3 hours before the exam. لازم اترجم الاول. فانا هسأله سؤال بهل. ايه اعرفك انه بهل؟ عشان هو هنا قايل لي ايه؟ قايل لي yes. هسأل سؤال بهل، هقول ايه؟ هقول هل هي كانت تذاكر لمدة 3 ساعات قبل الامتحان. هعملها ازاي؟ هتجيب لي يا باشا الكلام اللي اتفقنا عليه، هتجيب كلمة هل. طب انا مش عارف احدد كلمة هل، تمام، سيبها فاضية. وبعدها الفاعل. فين فاعل الجملة؟ فاعل الجملة اللي هو شي، أنا هحط شي. وإيه اللي هنا؟ المكملات أو الحاجة اللي أنا بسأل عليها أو فعل الجملة. هل هي، هنا هكتب كانت تذاكر لمدة 3 ساعات. كانت تذاكر فين هي؟ أهي بين studying had she been studying for 3 hours. هتكمل بقى انت، تمام، before the exam. تمام. انا هنا محتاج كلمة هل. هجيبها ازاي؟ هتجيبها بطريقتين حضرتك. الطريقة الاولى انا قلت لك في الشرح اللي فوق، لما يكون عندي تصريف ثالث، عندي تصريف ثالث وده تصريف ثالث مش مبني للمجهول، عشان تكون واخد بالك. تمام، ده تصريف ثالث ماضي تام مستمر. طول ما انت عندك تصريف ثالث زي بين، ما هو بين ده التصريف الثالث من بي، تمام كده. فانت محتاج ايه حضرتك؟ محتاج تستخدم هاف او هاز او هاد. تمام. طيب انا هختار هاف ولا هاز ولا هاد؟ هو انا عندي شي، فانا لو في المضارع كنت اخترت هاز، وفي الماضي هختار هاد. اعرف مننا في الماضي ولا في المضارع؟ هو اصلا مديك هاد تحت اهوت، تمام، معنى كده انك في الماضي. طب يا مستر هو لما هو مديه تحت هاد، انا ليه ما استخدمتهاش وخلاص؟ كان ينفع تستخدمها وخلاص، بس انا عايزك تتعلم تعمل الصح. اذا السؤال هتكون had she been studying for 3 hours before the exam. طيب هو انا مش ممكن اكتب اجابه غير كده؟ ممكن تكتب اجابه غير كده تكون يعني اكثر شياكه كده، اللي هو ايه؟ هو لو بيقول لي في الامتحان، لو بيقول لي في الامتحان زي ما انت شايف هنا كده اهوت، بيقول ايه؟ بيقول yes she had been studying for 3 hours
before the exam. نعم هي كانت تذاكر 3 ساعات قبل الامتحان. أنا ممكن أقول له إيه؟ هل هي كانت تذاكر كثيرا قبل الامتحان؟ تمام كده. فهل بقى اسمها إيه؟ اتفقنا إن اسمها had، وبعدين she، وبعدين been، و studying. had she been studying؟ هل كانت تذاكر for the exam؟ هل كانت تذاكر الامتحان؟ هنا انا عملت ايه؟ انا ظبطت صيغة السؤال شوية، خليت السؤال يعني ايه اكثر واقعية. had she been studying for the exam؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ هنا في السؤال التاني بيقول لك no. طبعا بي بيتكلم، فبي قال no the problem cannot be solved easily. لا المشكلة لا يمكن أن تحل بسهولة. فأنا هنا هسأله، طبعا هو في الامتحان هيجيب لي نقط وهنا question mark. هعمل إيه؟ أنا هقول له هل المشكلة من الممكن أن تحل؟ هل المشكلة تستطيع أن تحل بسهولة؟ خلي بالك أنا قلت لك لما تلاقي كلمة تستطيع يستطيع فأنت هتستخدم إيه؟ هتستخدم كان. طيب أنا مش عارف هستخدم إيه، فأنا هسيب مكان هل وبعدين هجيب الفاعل اللي هو مين؟ the problem، وبعدين هكمل be solved. تحل يعني ايه؟ تحل يعني be solved، وبعدين easily بسهولة. انا محتاج هنا كلمة مين؟ محتاج هل. طيب المشكلة بي ده فعل فين؟ بي فعل في المصدر. طالما انت عندك فعل في المصدر هتستخدم ايه؟ هستخدم حاجة من الاتنين، هستخدم do does did او هستخدم will would can could shall should. طيب انا امتى استخدم will would وكان وcould وshall وshould؟ لو لقيته مستخدمها تحت. فهو هنا بيقول لي ايه؟ كان. اذا هل عندي هي مين؟ كان the problem be solved easily. هل من الممكن للمشكلة أن تحل بسهولة؟ السؤال اللي بعد كده هنا في السؤال ده بيقول yes، أو بيقول yes he would help you if he had time. yes he would help you if he had time. نعم هو would help you كان هيساعدك لو كان عنده وقت. تمام. فأنا هسأل أقول إيه؟ أقول هل هو كان سوف يساعدني أنا لو هو عنده وقت؟ أنا لازم أترجم، والترجمة اللي هتوصلني للحل. تعال نشوف هنعمل إيه. هل هو أنا بص ممكن تعمل حاجة بقى كمان، إنك تنزل هنا كده اهوت وتشوف إيه في الجملة ينفع يجي في أول الجملة ويكون معناه هل. اللي ينفع يجي في أول الجملة ويكون معناه هل هنا هو would. نفس القصة اللي كان ينفع يجي في أول الجملة ويكون معناه هل هو كان، عشان كده استخدمناه اهوت. طيب لكن أنا مش هحل بالطريقة دي برضو، أنا هحل بالطريقة الأصعب. إن أنا عندي كان مش عارف معناها، وبعدين الفاعل اللي هو مين؟ هو هي، وبعدين فعل الجملة help. خلي بالك هل هو كان سوف يساعد مين؟ يساعدني أنا. ما هي يوتو هتتحول إلى إيه؟ إلى مي. لو if مين اللي عنده وقت؟ هو هي. كان عنده وقت had time. لازم الترجمة، ما ينفعش تحل إنجليزي من غير ما تترجم. هل هو كان سوف يساعدني أنا لو هو كان عنده وقت. تمام. هل اسمها ايه؟ هل انا عندي هنا help. تمام. help دي فعل في المصدر، ممكن استخدم do does did will do does did او will would can could shall should. مين تحت عندك؟ عندي would، اكتبها يا باشا would. اذا الاجابة بتاعتي الصح هي ايه؟ هي would he. الاجابة عندي هي would he. would he help me if he had time؟ هل هو كان هيساعدني لو كان عنده وقت؟ طيب نحل بالطريقة الأسهل. هيقول لك بتجيب الفعل المساعد قبل الفاعل وتكمل الجملة زي ما هي مع تغيير الضمائر. هقول تاني، بتجيب الفعل المساعد قبل الفاعل وتكمل الجملة زي ما هي مع تغيير الضمائر وتغيير الحاجات اللي المعنى يطلبها منك.
فانا هنا هقول ايه؟ هقول would، غير هات الفاعل هات الفاعل المساعد قبل الفاعل would، والفاعل he، كمل help you. هل هو كان سوف يساعدك؟ نعم هو في الإجابة بيقول لي نعم هو كان سوف يساعدك أنت. فأنا في السؤال قلت له إيه؟ هل هو كان سوف يساعدني أنا؟ تمام كده؟ إحنا حلينا كده بالطريقة الإيه؟ الأسهل، لكن أنا ما بحبش أحل بالطريقة الأسهل عشان لو السؤال جاي في الامتحان صعب أعرف أحله. طيب هنا بيقول لي إيه؟ بيتكلم وقال no I wasn't talking to your brother. لأ أنا ما كنتش بكلم أخوك. هسأل سؤال بهل إزاي؟ أنا محتاج 3 حاجات، محتاج هل والفاعل والحاجة اللي أنا بسأل عليها المكملات. هل اسمها إيه؟ مش عارف. الفاعل هو الراجل بيقول لي لأ أنا، يعني أنا في إجابتي بقول لك أنا اسمي أحمد، أنت سألتني قلت لي إيه؟ قلت لي هل أنت اسمك أحمد؟ تمام. فبالتالي أي دي أكيد كانت فوق إيه؟ يو. وبعدين عندي فعل الجملة اللي هو مين؟ توكينج، تحدث. إلى توكينج تو. هو هنا بيقول لي إيه؟ لأ أنا ما كنتش بكلم أخوك أنت. فأنا قلت له هل أنت كنت تتحدث إلى أخي؟ أخي اللي هو مين؟ هو ماي براذر. وما تنساش علامة الاستفهام. تمام. خلي بالك من تغيرات الضمائر اللي غيرناها. تغيرات الضمائر دي بياخدني ليها المعنى، بيساعدني عليها المعنى، بيوصلني ليها المعنى. من غير المعنى مش هتعرف تحل انجليزي. تمام. تعال نشوف you talking to my brother. talking فعل مضاف، فعل في المصدر منضاف له ing. اذا انا محتاج am is are was were. تمام. تعال نشوف you تاخد ايه؟ you في المضارع بتاخد are وفي الماضي بتاخد were. تمام. هنا بيتكلم مضارع ولا ماضي؟ هو هنا قال لي was دي معناها ماضي، اذا انا محتاج هنا مين؟ محتاج هنا where. طيب احل معاك تاني. الفاعل where علشان you في المضارع بتاخد are وفي الماضي بتاخد where طالما عندي فعل مضاف له ing. طب هو انا وصلت اصلا لوير ازاي؟ انا عندي فعل مضاف له ing. طالما عندك فعل مضاف له ing بتسأل عليه، فحضرتك محتاج تستخدم am او is او are، او في الماضي تستخدم was او were. تمام. طيب انا عندي هنا you بتاخد ايه؟ you في المضارع بتاخد are وفي الماضي بتاخد were. انا عايزك تتعلم انجليزي. تمام. you بتاخد are وفي الماضي بتاخد were. انا زمن الجملة عندي ماضي، عرفت منين؟ انه قال لي I wasn't، اذا انا اختار were you. حد تاني بقى ممكن يشتري دماغه خالص ويقول لك I was تتحول الى were you، لكن انا برضه ما بحبش الطريقة دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لك بيتكلم وقال yes I will be waiting for you at 7. انا هكون منتظرك الساعة 7. فانا هسأله اقول له ايه؟ هل سوف تنتظرني انا الساعة 7؟ تمام. yes I will be waiting for you، انا هكون منتظرك انت الساعة 7. السؤال هيكون ايه؟ هل انت سوف تنتظرني الساعة 7؟ تعال نحل. في حاجة هنا تنفع سوف، في حاجة هنا تنفع هل. will. تمام. حطها بقى في الاول will. مين الفاعل؟ I. هو حد بيقول لي انا سوف، فانا اكيد سألته هل انت سوف. will you. فعل الجملة ايه؟ الفعل هنا هو be. will you be. كمل. will you be ايه؟ هل سوف تكون تنتظر. will you be waiting. will you be waiting for me at 7. تمام. ايه اللي حصل؟ انت جبت لي هل اللي هي will، والفاعل يو. جايب يو منين؟ عشان هو هنا بيقول لي انا. حد بيقول لي انا اسمي اشرف، انا اكيد سألته قلت له هل انت اشرف؟ تمام. وفعل الجملة بنسأل عليه هو مين؟ هو be waiting for you اهي، be waiting for me. تمام. السؤال اللي بعد كده ركز معايا. بيقول no she doesn't have a driving license. تمام. لا هو ما كانش عنده رخصة قيادة. هسأل اقول ايه؟ هسأل اقول هل هو عنده لا عنده، مش ما كانش عنده. هل هو يمتلك رخصة قيادة؟ هقولها ازاي؟ في حاجة هنا تنفع معناها هل؟
مين doesn't، بس ما بتيجيش في الأول doesn't، بتيجي في الأول does. مين الفاعل؟ he. فعل الجملة اللي بعد كده اللي هو have a driving license. شوف عملنا ايه. قلنا does he have a driving license. هل هو does يعني هل هو يمتلك رخصة ايه؟ رخصة قيادة. طب تعالى نشوف بقى الطريقة اللي احنا قلنا عليها. ادي هل، تمام، مش هنحكم عليها دلوقتي. الفاعل هي، ادي هل الفاعل، فعل الجملة يمتلك رخصة قيادة. يمتلك اسمها ايه؟ اسمها have، وهاف دي فعل في المصدر. اذا انا محتاج مين؟ محتاج do does did والwould كان could shall should may might، واحدة من دول. تمام. امتى بستخدم will وwould وكان وcould وshall وshould؟ لو انا عندي واحدة فيهم في الإجابة. ما عنديش وكمان لقيت عندي doesn't، فهحطها في الأول ايه؟ does. السؤال اللي بعد كده، كل ده عشان حضرتك تتدرب على السؤال في الامتحان. بيقول لي ايه؟ بيقول yes، نعم. yes they used to live in London. نعم هم used to يعني معتاد أن، هم كانوا معتادين يعيشوا في لندن. زمن الجملة ماضي، وأنا هسأل أقول إيه؟ هقول هل هم كانوا معتادين أن يعيشوا في الماضي. تمام. هل اسمها إيه؟ سيبها، مش هعرف أخمن عليها. الفاعل مين؟ الفاعل they. فعل الجملة use to live، معتادين أن يعيشوا in London وquestion mark. طيب فين فاعل الجملة؟ انت عندك هنا ماضي اللي هو used، فعل في الماضي او فاعل تصريف تاني، فانت بتستخدم did والفاعل والمصدر. طالما عندك تصريف تاني فانت بتستخدم did والفاعل والمصدر. ادي did والفاعل they، وبعدين فعل في المصدر used to live in London. احفظ لما يكون عندك في السؤال، عندك في الإجابة تصريف تاني، فأنت بتسأل بدid والفاعل والمصدر. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك بيقول لصاحبه اللي بيكلمه no this laptop is not more expensive than yours. لا، اللابتوب ده مش أغلى من اللابتوب بتاعك. yours دي معناها ملكك أنت، الحاجة اللي ملكك أنت بنقول عليها yours. تمام. ودي ضمير إيه؟ ضمير ملكية، ما هيش صفة ملكية. هي لو صفة ملكية زي your كنا قلنا your laptop، لكن دي مش صفة ملكية، ده ضمير ملكية. تمام، عشان كده مش بعده اسم. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. no لا، this laptop is not more expensive than yours. اللابتوب ده مش اغلى من اللابتوب بتاعك. فانا هسأل اقول ايه؟ هسأل اقول هل اللابتوب الفاعل مين؟ this laptop. هل اللابتوب ده اغلى، اكثر غلاء، more expensive than حول yours. طيب هو حد بيقول لي لا اللابتوب ده مش اغلى من اللابتوب بتاعي، فانا سألته قلت له ايه؟ قلت له هل اللابتوب ده اغلى من اللابتوب؟ هنا خلي بالك بيقول لي لا، هذا اللابتوب ليس اغلى من اللابتوب يورز بتاعك انت. فانا قلت له ايه؟ هل اللابتوب ده اغلى من اللابتوب بتاعي؟ خلي بالك هنا في السؤال هقول في السؤال هل اللابتوب ده اغلى من اللابتوب بتاعي انا؟ فهو في الاجابه قال لا، اللابتوب ده ليس اكثر غلاء من اللابتوب بتاعك. تمام. دي يورز ايه؟ قلت لك يورز دي ضمير ملكيه، فانا محتاج ضمير ملكيه معناه ملكي انا، اللي هو مين؟ اللي هو ماين. تمام. فين هل؟ في حاجه تحت تنفع هل؟
قال لي في از. طب تعال ندور عليها كده، تعال نوصل لها من غير ما نعرف انها هي از. لابتوب اسم مفرد، وطالما بتسأل على اسم فانت الهل بتاعتك مين؟ اسمها از. اسمها از. فانا هنا عملت ايه؟ انا هنا عملت قلت is this laptop more expensive than mine. ليه استخدمنا mine؟ سوري، ليه استخدمنا mine؟ علشان mine دي انا كان عندي your، كان عندي yours في الإجابة، وأكيد أنا لما سألت استخدمت mine. تمام، احنا كده شرحنا ازاي نجاوب أو ازاي نكون سؤال هل، وازاي نجاوب عليه في الامتحان، وخدنا أمثلة. هقول سريعا جدا، هقول سريعا جدا كل اللي قلته. أنا بعمل سؤال بهل، بتجيب لي هل الفاعل هل الفاعل المكملات أو الحاجات اللي بسأل عليها. هل بنحددها بناء على المكملات دي، والفاعل هو حاجة من الاتنين، هو اسم أو ضمير فاعل. ضمائر الفاعل هي I we you they he she it. هل هي am is are was were، ودي بستخدمها لو المكملات عندي فعل مضاف له ing أو اسم أو صفة أو حرف جر زائد مكان. تمام. هل هي do does did، وبستخدم do does في المضارع و did في الماضي وبعديهم الفاعل. ولو أنا عندي فعل في المصدر بستخدم will would can could shall should may might، لو أنت لقيت واحدة فيهم مكتوبة تحت في السؤال أو في الإجابة. تمام. ولما يكون عندك برضو فعل في المصدر بتستخدم have و has و had، لو أنت عندك have و has و had، لو عندك تصريف ثالث أو عندك كلمة got وبعدها اسم. احنا كده شرحنا ازاي تعمل سؤال بهل. طب ما تيجي نقول لك ازاي تعمل سؤال طويل، سؤال WH مش فيه كلمة هل. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ دلوقتي نتعلم ازاي نكون سؤال اجابته او سؤال طويل اللي هو بيسموه WH question، السؤال اللي هو من غير yes or no، سؤال ما هواش اجابته بيس او نو. هنعمله ازاي؟ سهل جدا السؤال دوت. تمام. هتعمل ايه؟ هتعمل اول حاجة WH، يعني كلمة WH اللي هي what where when why how who، وبعدها هتجيب لي ايه؟ هتجيب حاجة اسمها فعل مساعد، وبعدين هتجيب فاعل، وبعد كده هتجيب مين؟ هتجيب المكملات أو الحاجة اللي بتسأل عليها. تمام. هقول تاني، هتجيب WH اللي هي مين؟ WH اللي هي what where when why how who، وبعدها هتجيب لي فعل مساعد، وبعدين تجيب الفاعل والمكملات. طيب تعال نبدأ كده بالحاجات اللي احنا عارفينها. المكملات هي الحاجة اللي أنا بسأل عليها، ودي خدناها قبل كده. الفاعل قلت لك عليه هو إما اسم أو إيه؟ إما اسم أو ضمير، وأنا عارفه خلاص يا مستر. طيب ودبليو اتش قلناها اللي هي وات وير وين واي وهاو هو. تمام. امال ايه الفعل المساعد؟ الفعل المساعد ده بقى الصعب. لا مش صعب ولا حاجه. الفعل المساعد ده اللي هو مين؟ الفعل المساعد اللي هو am is are وماضي was were. الفعل المساعد هو do does did. الفعل المساعد هو will would can could shall should. الفعل المساعد كمان هو have has had. لحظة كده، لحظة، الكلام ده أنا شفته قبل كده فين؟ am وis وار ووز وورد وداز وديد ويل وود وكان وكود وشال وشوت، شفته قبل كده فين؟ ده اللي كنا بنسأل بيه ونقول إن هو اسمه هل، دلوقتي بقى اسمه فعل مساعد. تمام. فأنا عايز أعمل سؤال. طيب هو أنا بختار الفعل المساعد دوت بناء على إيه؟ يعني أنا أختار am is are، ولا أختار was were، ولا do does ودid؟ بناء على إيه؟ نفس الكلام اللي اخترنا أو نفس الطريقة اللي اخترنا بيها لما كنا بنختار وكان معناها هل، هي الطريقة اللي نختار بيها هنا. فأنا مثلا بستخدم am وis وار وفعل مضاف له ing، لو أنا بسأل سوري am وis وار ووز were، لو أنا بسأل على فعل مضاف له ing، أو بسأل على اسم أو صفة أو حرف جر زائد إيه؟ أو حرف جر زائد مكان.
في الحالة دي بستخدم am was are was were. امتى استخدم do does و did؟ امتى تستخدم do does و did؟ لو انت بتسأل على فعل في المصدر. ولو بتستخدم will و would وكان وكود وشال وشود برضه بتسأل على فعل في المصدر بس معنى الكلمات دي موجود. طيب امتى استخدم have و has و had؟ لو انت بتسأل على فين have has had؟ لو انت بتسأل على تصريف تالت او على كلمة got واسم حاجة. تعال ناخد امثلة بقى عشان الموضوع كده شكله سهل. الموضوع سهل جدا. بص معايا، لو انت عايز تقول لحد اين تعيش، اين تسكن، هتقول له ايه؟ اين اللي هي، احنا قلنا طبعا اول حاجة بتجيب دبليو اتش. اين اللي هي مين؟ اللي هي وير. الفعل المساعد صعب شوية هسيبه. الفاعل انا بسألك انت يبقى يو. مكملات اين انت ايه؟ تعيش او تسكن يعني live. where not you live. انا عندي هنا live فعل في المصدر. خلي بالك وانا بقول اين تعيش ولا اين سوف تعيش؟ انا بقول اين تعيش بس. تمام. طالما بتقول عندك دي فعل في المصدر محتاج هل او محتاج فعل مساعد. فعل مساعد عندي الفعل في المصدر هو دو داز ودد وول وود وكان وكود وشال وشد ومي ومايل. بس انا بستخدم دو داز ودد لو انا بقول ايه؟ الفعل من غير اي حاجه جنب معناه. مش بقول اين سوف تعيش، اين تستطيع ان تعيش، اين ربما ان تعيش. انا بقول لك اين تسكن وبس. فبالتالي هقول ايه؟ يو بتاخد دو ولا داز؟ تاخد دو. طب لو انا عايز اقول لك اين كنت تسكن، كنت ساكن فين زمان؟ اذا وير. وهنا عشان انا عندي فعل في المصدر فانا هستخدم دو داز وديد. انا في الماضي فهستخدم ديد. where did you live؟ where did you live؟ انا بحل معاك او بشرح لك وكأنك ما انتش عارف حاجة خالص في الموضوع. انا عارف ان انتوا اشطر من كده، انتوا ثانوية ازهرية. where did you live؟ طيب اقول لك مثلا ايه؟ نفس القصة. اين سوف تعيش؟ اين where. سوف أداة استفهام فعل مساعد will. أنت you where will you live. خدت بالك؟ أنا عندي هنا live جاية بمعنى سوف تعيش، فبالتالي الفعل المساعد بتاعي هو مين؟ هو will. لكن لما كانت هنا وبقول لك أين أنت تعيش، فأنا في الحالة دي ما عنديش سوف ولا تستطيع ولا ربما، فعشان كده استخدمت مين؟ استخدمت do. تمام. وخلي بالك لما جينا هنا نتكلم في الماضي استخدمت did. ولو خلي بالك لو أنا عندي ديت she يعني أين هي تعيش، فأنا هقول where وبعدين does she live. الكلام سهل جدا لكن عاوز حد يفهمه، عاوز حد يشرحه. تمام. لو أنا بقول لك مثلا إيه؟ متى تستطيع أن تغادر؟ متى تستطيع أن تغادر؟ متى يعني بجيب أول حاجة أداة استفهام اللي هي مين؟ اللي هي متى. يعني إيه متى؟ when. وفعل مساعد أنا مش عارفه. وفاعل متى هم سوف يغادرون؟ الفاعل هم they. يغادر leave. خلي بالك انت محتاج هنا فعل مساعد اللي هو مين؟ مش عارف لسه. انا بقول ايه؟ متى سوف تغادر. فده فعل في المصدر. فعل في المصدر عندي اتنين، عندي دو داز وديد دول حاجة، وعندي ويل وود اللي هم الحاجات اللي بتيجي بمعناها. حاجات بتيجي بايه؟ بمعناها. يعني عايز اقول لك متى تستطيع ان تغادر. تستطيع يعني ايه؟ يعني كان. فانا هقول هنا وين ايه؟ وين كان they leave. طب عارف لو اقول لك متى هم يغادرون بس، فانا هقول وين والحاجات اللي بتيجي من غير معنى مع الفعل اللي في المصدر do does did. زي تاخد do. when do they leave. when do they leave. تمام. احنا كده خدنا ايه؟ خدنا ازاي نكون سؤال. في بقى كام تركاية كده هنقولها واحنا ماشيين، هنقولها واحنا بنحل مع بعض محادثات. هنحل في الفيديو اللي جاي محادثات، وفي كل محادثة انت كده خدت القاعدة الأساسية، خدت الجزء الأكبر والأصعب. هتلاقي بقى في كل محادثة كده تركاية صغيرة بتكتسبها مع الحل. أتمنى إن الشرح يعجبك، وأتمنى إنه يكون مفيد ليك. ولو الفيديو ده عجبك وحسيت إنه هينفعك حاول تنفع وتفيد غيرك وتشيره لأي حد أنت تعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.